ليه اول اسبوع في اي حاجه جديده بتحس ان انت شخص مختلف تماما؟ تشتري كتاب وتقول المره دي هقرا كل يوم، تشترك في الجيم تقول خلال 3 شهور ابقى عامل احلى فورمه، تبدا تتعلم لغه جديده او تدخل علاقه جديده او حتى تبدا مشروع كنت بتحلم بيه، وفجاه بعد ايام او اسابيع قليله كل الحماس ده بيختفي، الكتاب بيتركن على الرف، واشتراك الجيم بيضيع عليك، والكورس يفضل مفتوح من غير ما انت تكمله، واهدافك الكبيره تتحول لشعور بالذنب كل ما تبص عليها، وساعتها غالبا بتقول لنفسك انا شخص كسول، انا ما عنديش انضباط، انا عمري ما بكمل حاجه للاخر. لكن الحقيقه غالبا اعمق من كده بكتير. احنا مش بنزهق بسرعه لاننا ضعاف، احنا بنزهق بسرعه لان مخنا بقى متعود على نمط معين جدا من التحفيز. خليني اوضح لكم اكتر. زمان كان الملل جزء طبيعي جدا من الحياه، كنت تستنى وكنت تتحمل الفراغ، كنت بتعمل حاجه واحده لفتره طويله. لكن دلوقتي لو وقفت في طابور دقيقه تمسك الموبايل، لو الفيديو ممل بعد 10 ثواني بالظبط تعمل سكيب، لو حد رد متاخر على رسالتك تفتح تطبيق تاني. احنا بقينا عايشين وسط كميه هائله من التحفيز اللحظي، مخك بقى متعود ان اي لحظه هدوء لازم تتملي فورا، وده خلى الانشطه الطبيعيه جدا تبان ممله بشكل مبالغ فيه. القرايه بطيئه، التعلم بطيء، الرياضه نتيجتها طبعا بطيئه، بناء العلاقات الصحيه بطيء برضه. لكن البطء مش معناه ان حاجه غلط، هو بس معناه انها حقيقيه. المشكله التانيه اللي بتواجهنا ان احنا احيانا مش بنحب الحاجه نفسها، احنا بنحب النسخه الخيالي المرتبطه بيه. يعني ايه؟ يعني انت ما بتحبش فعل القرايه نفسه، احنا بنحب نسخه الانسان المثقف. انت مش بتحب التمرين نفسه، لكن انت بتحب فكره الجسم المثالي. انت مش بتحب مشروعك اصلا، انت بتحب صوره النجاح اللي انت شايفها. واول ما تحتك بواقع حقيقي، التعب، التكرار، الملل، الاخطاء والبطء، تبدا تقول يمكن الحاجه دي مش شغفي، في حين ان ده طبيعي جدا في اي رحله حقيقيه. وفي سبب ثالث مهم جدا، بعض الناس مدمنة على إحساس البدايات الجديدة. البداية بيكون فيها نشوة قوية جدا، دفتر جديد، خطة جديدة، سنة جديدة، وشهر جديد، بإذن الله نسخة جديدة منك. تحس فجأة إن حياتك هتتغير بالكامل، لكن بعد ما النشوة تهدى ترجعي مشاعرك القديمة ومشاكلك القديمة، فتسيبي حاجة وتبدأ تدور على بداية جديدة تديك نفس الإحساس المؤقت، وتدخل في دايرة حماس، بداية، ملل، انسحاب، ذنب، وبعديها بداية جديدة من تاني. وفي ناس كمان بتزهق بسرعة لأنها مرهقة نفسيا أصلا. أحيانا أنت مش فاقد شغف، أنت بس مستنزف. ممكن تكون تحت ضغط، قلق، مشاكل شخصية، احتراق نفسي، أو تلاقي نفسك مش قادر تستمتع بأي حاجة لفترة طويلة، والحل هنا مختلف تماما. طب يا دكتور نعمل ايه؟ اولا اقبل ان الملل مرحلة طبيعية في اي شيء في حياتك، اي علاقة، اي مهارة، اي هدف، واي حلم. ثانيا قلل التحفيز السريع المستمر، مش لازم تمنع السوشيال ميديا تماما، لكن خليك واعي بتأثيرها على انتباهك. ثالثا بقى اسأل نفسك سؤال مهم جدا، هل انا بحب العملية نفسها ولا بحب الصورة النهائية بس؟ ده هيفرق معاك. رابع حاجة بقى، اتعلم تكمل بشكل غير مثالي. مش لازم تقرأ 50 صفحة، اقرأ 5. مش لازم تتمرن ساعة، ابدأ ب10 دقايق. مش لازم تكون متحمس كل يوم، خلي بالك الاستمرارية أهم من الحماس. فالخلاصة، الناس الناجحة مش معناها انهم ما حسوش بالملل، هم بس مش بيفسروا الملل ده على انه علامة عشان يوقفوا، وده فرق ضخم جدا. لو انت بتزهق بسرعة من كل حاجة، يمكن المشكلة مش انك شخص مش شغوف، يمكن بس مخك اتعود على الإثارة. وانت دلوقتي لازم تتعلم ازاي تبني حياة أعمق من مجرد حماس مؤقت. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.